جاي اتكلم معاكم النهارده عن حاجه انا شفتها ولاحظتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس اقل ما يقال عنهم انهم معدوم الضمير بداوا يروجوا وينشروا ويبيعوا للناس النخيل البرحي على كأنه نخل مقزم. يعني ايه نخل مقزم؟ على حسب ما هم كاتبين اللي هو نخل ممكن ازرعه في قلب اثار صغيره او في قلب اثاري ويثمر معايا، وممكن ازرعه فوق السطح. طبعا الكلام ده ليس ليه اي علاقه من الصحه. مفيش نخيل ممكن تزرعها وتثمر معاك الا اذا كانت مزروعه في قلب الارض المستدامه بتاعتها ايا كان نوع النخل ده. لكن مثلا في حاجات تانية زي الكينوكواز، زي الليمون، زي السفندي، زي المانجا بدات تزرع ويتعمل لها عمليه تقزيم للجذور ويتعمل عمليه تقزيم للمجموع الخضري بحيث ان هي تنتج معاك وتثمر معاك في قلب اثار صغيره. ممكن تزرعها فوق السطح، ممكن تزرعها في اي حاجه وتثمر معاك. لكن ما يجيش حد يجي يقول لك ازرع نخل برحي وهتلاقيه بيثمر معاك فوق السطح عشان ده نخل مقزم. مفيش نخل مقزم ايا كان نوعه، سواء برحي سواء مجدول سواء سماني سواء حياني سواء بنت عيشه سواء زغلول. مفيش نخيل من ديت ممكن تزرعها على السطح او في اثار وتثمر معاك. اي نخله محتاجه اللي هي تزرع في الارض المستدامه بتاعتها زي ما قلت في فيديوهات كتير قبل كده عشان تثمر. طيب الناس اطلقوا على النخل البرحي ان هو نخل مقزم ليه؟ عشان بشكل عام كده ان النخل البرحي ما بيديكاش مجموع خشب طويل زي النخيل اللي بنشوفها على الطرق والسكك اللي هو الزغلول والحاجات البلدي، تلاقي طول النخله وارتفاعها 7 متر. لا، النخيل البرحي بيثمر معاك من ارتفاع متر وبيتنيه يثمر معاك لحد 4 متر خشب، بيديك معدل انتاج عالي ممكن تقف على الارض كده وتاكل منه. عشان كده الناس اطلقت عليه النخل برحي مقزم. فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى وانا هديك نخل برحي مقزم ويزرعه فوق سطحه ويثمر معاك. ودي كانت الحاجه اللي طلع اتكلم معاكم عشانها النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.